ضمن هذه المجموعة؟ أنا أظن يعني شخصيا، وأتكلمها بكل صراحة أمام كل الجماهير الجزائرية، أظن الشيء الصعب والهدف اللي سطرناه في البداية هو تأهل أولا رجوع الجزائر من بعد مرتين متتاليين اللي ما شاركناش 2006 في أنغولا ممتازة جدا. نظن هذا الهدف الأول. الهدف الثاني يعني اللي ما كناش ننتظروه في البداية، لأن كانت عندنا ما عندناش منتخب مثل اللي حاليا موجود. احنا وصلنا لكأس العالم ثاني من أحسن فرق العالمية. نرجع لكأس افريقيا، يعني فترة قصيرة، ولكن حقيقة عندنا درك منتخب أفضل، ولكن ما زال عندنا يعني خاصة ضعف في خاصة في اللعب الجماعي. ما نلزمش كما نقول لك نغطيو السمش بالغربال. لازم الكاس افريقيا انا في نظره نتاعي كتقني نستغلوه باش نحسنوا المستوى الجماعي خاصه في الهجوم في المنتخب الجزائري. طبعا احنا حسب المنافسين، لان هذه منافسه قويه فيها احسن درك 16 فريق افريقي اللي راهم موجودين هنا، لان خاصه مرينا كل على الفتره الثانيه والثالثه في التصفيات كاس افريقيا وكاس العالم. اكيد باللي المنافسه تكون قويه، اكيد باللي التحضير ما يكونش كبير قبل المنافسه هذه. لهذا نتمنى ان شاء الله تكون مرحله انتقاليه فقط باش نكونوا اقوى في كاس العالم، باش نمثلوا كما لازم الحال، يعني بطريقه شرفيه نشرفوا الجزائر ونحسنوا المستوى نتاع الصوره الجزائريه امام العالم. شكرا سيد ربح سعدان. ارتقت الجزائر إلى المرتبة 28 بعد ما كانت في المرتبة 29 في الترتيب الأخير للفيفا. هي سابقة في تاريخ كرة القدم الجزائرية منذ إنشاء ترتيب الفيفا. يعني الآن نحن المنتخب العربي الأول ليكون في هذا الترتيب من 1 إلى 28. هل للتأهل الرائع الذي حققتموه يوم الأربعاء دور في ذلك؟ هذه ثاني معجزة تاع الجميع، لأن تاع جميع الناس اللي ساهموا ماهوش غير التقنيين، ثاني المسيرين مثل كذلك رئيس الاتحاد عنده سهم كبير يعني في هذا الشيء. هذا العناصر اللي معاه السيد وليد سعدي وكذلك زفزاف وغيرهم ثاني، ما نقدرش نسمي كل شيء. اكيد باللي عمل لما الجزائر عندها الرجال والنساء طبعا يعني في المستوى العالي، عندنا الكفاءات. لما نجمعوا بعضنا باش في عمل معين بالكفاءات الموجوده، اكيد باللي خلقنا معجزه. يعني حقيقه لما تفكري في فتره سنتين فقط من المرتبه 107 ترجع في المرتبه 28،